زي ما اتفقنا النهارده هنتكلم عن اول حلول تجميل الاسنان وهو تبييض الاسنان. بس خليني في الاول اقول لك، هل درجه بياض الاسنان عند الناس ثابته او واحده؟ لا، درجه بياض الاسنان بتختلف من شخص للتاني، وده بيرجع ليه اسباب كتيره، منها احنا بنكون السبب فيها زي المشروبات اللي فيها الكافيين العالي، او المأكولات اللي بتسبب تصبغ شديد في الاسنان، او حتى التدخين. كل دي اسباب بتغير في درجه لون الاسنان. في اسباب تانية احنا ملناش علاقه بيها او مش بيبقى لينا ايد فيها، بتبقى اما اسباب وراثيه، او حتى لو السيده الحامل خدت مضاد حيوي زي التتراسايكلين، ده للاسف بيأثر على اسنان الطفل مستقبلا، او حتى الميه لما بيكون فيها تركيز فلور عالي خصوصا فتره الطفوله، للاسف الفلور ده بيأثر على الاسنان الدائمه وبيعمل الفلوروزز للاسنان، وهنبقى نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيله. بس النهارده هنتكلم على التبييض. وهو ايه التبييض؟ التبييض هو عباره عن احد حلول تجميل الاسنان اللي بيذيب الصبغات وبيفتح درجه لون الاسنان، وما بنضطرش ان احنا نشيل اي حاجه من سطح السن، وبنحافظ على قوام السن من غير ما نخسر منه اي حاجه. مشكله الحل ده الوحيده ان هو حل غير دائم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بعد ما بتعمل التبييض عند طبيب الاسنان محتاج انك تحافظ عليه بان انت تستخدم الفرشه بانتظام، ويفضل تستخدم معجون تبييض الاسنان مره اسبوعيا عشان تحافظ على درجه التبييض اللي وصلت لها. طب ايه هي طرق التبييض؟ في عندنا كذا طريقه. اول طريقه ان انت ممكن تستخدمها مع نفسك، وهي ان انت عن طريق الصيدليه ممكن تستخدم معجون تبييض الاسنان مره اسبوعيا، او عن طريق لزقات التبييض. مشكله النوع ده ان بيساء استخدامه وبيستخدم كتير، فبيعمل خشونه في سطح الاسنان، او ان هو ما بيوصلكش لدرجه التبييض المطلوبه اللي انت محتاجها. طيب ايه الطرق الثانيه اللي ممكن طبيب الاسنان يلجأ لها ونوصل معاها لنتائج احسن؟ اول طريقه اللي هي تبييض العياده، وثاني طريقه اللي هي تبييض القوالب المنزليه. ولو انت عايز توصل لاقصى درجه من درجات التبييض، خلي الدكتور يعمل لك الطريقتين ورا بعض. في الاول هتكلم على تبييض العياده. الاول الدكتور بيفحص اسنانك، لو انت عندك جير محتاج تنظف الجير ويعمل لك بعد كده تلميع، وبعد كده لو انت حابب تفتح درجه لون اسنانك اكتر، الدكتور بيقترح عليك انه يعمل لك تبييض العياده، فبيحط ماده التبييض على الاسنان، وبعد كده بيعمل لها اكتيفيشن او تنشيط عن طريق الجهاز الضوئي او عن طريق الليزر، وبالتالي بيبدا يسحب التبييض التصبغ من الاسنان ويفتح درجه لون الاسنان. وميزه التبييض او النوع ده من التبييض ان هو بتوصل فيه لنتيجه فوريه، يعني هتروح البيت ودرجه الاسنان عندك لونها بقى احلى واجمل. مشكله النوع ده ان هو بيعمل حساسيه شديده، عشان كده معظم اطباء الاسنان بينصحوا انك تستخدم معجون حساسيه بعد جلسه التبييض دي. وفي نفس الوقت بتعتبر الجلسه بتاعه التبييض جلسه طويله، فبتفتح بقك لفتره متواصله عند طبيب الاسنان. تاني طريقه التبييض القوالب المنزليه، وهو النوع ده اللي انا دايما برشحه للناس. وميزه النوع ده ان هو بيوصلك لدرجه تبييض احيانا اكتر من المستخدم في العياده، وفي نفس الوقت الحساسيه اللي بتنتج عنه بتبقى اقل بكتير من النوع الاولاني. وفي النوع ده برضو بنضطر ان احنا ننظف الجير الاول لازم، وبعد كده بنعمل تلميع للاسنان، والدكتور بعد كده بياخد لك مقاسات لاسنانك عشان يفصل لك تركيبه شفافه كده خاصه باسنانك، وبيديك الماده المبيضه اللي انت بتستخدمها في البيت وبتستخدمها جوه التركيبه الشفافه دي، وبتلبس التركيبه دي لمده ساعتين في اليوم لمده 10 ايام او اكتر على حسب الماده الفعاله اللي انت بتستخدمها في التبييض المنزلي، وكذلك على حسب التعليمات اللي الدكتور بيوجهك ليها. سواء استخدمت التبييض المنزلي او تبييض العياده، لازم تاخد بالك ان التبييض ده بيفتح مسام الاسنان عشان يبيض الاسنان ويسحب التصبغات منها، فانت محتاج انك تتجنب اي مشروبات او اي مأكولات او حتى التدخين، الحاجات اللي بتعمل التصبغات الشديده اثناء ما مسام الاسنان مفتوحه، على الاقل بتتجنبها من 3 ايام لاسبوع لغايه اما مسام الاسنان ترجع لطبيعتها وترجع تقفل تاني. هنوصل في الاخر للسؤال الشهير اللي معظم دكاتره الاسنان بيتسالوه: يا دكتور احنا بنسمع عن وصفات شعبيه لتبييض الاسنان، يا ترى هي مفيده؟ للاسف معظم الوصفات الشعبيه دي ضررها اكبر من نفعها، وبتبقى حاجات غير علميه وغير مدروسه. ولو انت مش حابب تروح عند طبيب الاسنان عشان تعمل التبييض، ممكن تستخدم معجون التبييض مره اسبوعيا او لزقات التبييض. على الاقل الحاجات دي معروف المواد المستخدمه فيها، وبتبقى مستخدمه على اسس علميه.